يا سلام، هو في زي ايام المدرسه؟ دي كانت ايام جميله. كلمه بنقولها لاولادنا لما نحب نحفزهم ونحس ان هم متضايقين من المدرسه، بس الحقيقه ده مش تحفيز بالمره، لان احنا بالكلمه دي تقريبا بننكر المشاعر اللي بيحس بيها الطفل او الطالب من مضايقه، من قلق، من تعب، والاوحش من كده كاننا بنوصل لهم رساله بتقول ان احلى ايام المدرسه واللي جاي بعد كده كله سواد. انما ممكن نقول لهم احنا حاسين بيكم بالضغط والتعب اللي انتوا فيه، علشان كده احنا هنحاول نساعدكم، ولو عندكم حاجه حابين تتكلموا فيها عن مضايقتكم وعن تعبكم من المدرسه احكوا لنا عليها. مش صح كمان ان احنا نقارن الضغوط اللي احنا ككبار بنحس بيها دلوقتي عن الضغوط اللي كنا بنحس بيها زمان. اكيد وقتها هتبقى ايام المدارس هي احلى ايام، لكن لو عايزين نقارن حقيقي فاحنا محتاجين نرجع بذاكرتنا للماضي ونفتكر قد ايه في المدرسه كنا مضغوطين وكنا تعبانين وكنا بنحس برعب وقلق ايام الامتحانات، وكان الموضوع طبعا ما بيخلاش من الضرب. علشان كده عايز اقول لكم ما تستهونوش بمشاعر الاطفال من ضيق وتعب اللي بيحسوه ايام الدراسه.